السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله في نهار اليوم نلقاكم باحسن الاحوال ديالكم. اليوم غادي نشارككم تتمه تاع روتين تاع الطلبيه اللي وريتكم في الجزء الاول. وريتكم مشترياتي، وريتكم التنظيمات الاوليه للحلويات، واليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارككم تتمه تاع هذاك الفيديو. اول حاجه اللي بديت بها قدامنا نبداو نقول لكم باش بديتوا شحال الحلويات اللي غادي نخدموهم. نقول لكم البنات ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله، كذلك ما تنسوش تحفزوني بلي جيم ولي كومونتير، هكا تحفزوني اكثر واكثر. الطلبيه تاع نهار اليوم طلبيه تاع عرس، فيها بقلاوه وفيها كذلك الثومه وفيها كذلك مخبز تاع اللوز. كما نعرفوا دائما كتكون عندنا طلبيه لازم علينا التنظيم تاع الوقت. التنظيم تاع الوقت يلعب دور كبير في تنظيم الطلبيات. اول حاجه اللي بديت بها هي انني خدمت البقلاوه. كما نعرفوا البقلاوه كل ما تقعد مع تتعسل كل ما تبنين. انا الحاجه الاولى اللي بديت بها هي خدمت البقلاوه وخليتها تتعسل على جي. عاد كذا نقول لكم واش خدمت باقي الاشياء. الحاجه الاولى كما تشوفوا البقلاوه بعد ما خدمتها غادي نعطيكم لي زاستيس باش تنجحوا في البقلاوه. كي تخدموها وطيبوها وتعسلوها وتخلوها كيما حنا نقولوا طيبتيها الصباح مع العشيه، قضبي شويه ناباج خلطيه مع شويه عسل ودي شويه تاع غليكوز، وطلي البقلاوه تاعك كاع من فوق باش تعطيها هذيك اللمعان. وفي نفس الوقت باش نلصقوا هذه المكسرات نلصقوهم الجليكوز هو اللي غادي يساعدنا ندفوه باش نلصقوا المكسرات. انا هذه بقلاوه صاي طيبتها، دروك غادي نخليها لاجي ونروحوا نخدموا مع بعض المخبز تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طيبت البقلاوه خدمت البقلاوه هي الاولى وطيبتها وعسلتها وخليتها لاجيه، روحت نخدم المخبز تاعي. عجنته وخليته يبات ليله كامله ليله كامله باش يطلق داك التحسيل تاعه. بالنسبه لي زاستيس والافكار تاع المخبز راني دائما نشارككم في الانستغرام وفي التيك توك بزاف لي زاستيس اللي يعاونوكم بزاف في الخدمه، خصوصا الحلويات. دوشا غادي ندير المخبز تاعي باش تجيني على حبه كامله. غادي نوزن العجينه تاعي كامل وزن 45 غرام، ومن بعد نولي باش نطبخها مع بعض باش الشكل تاع المخبز تاعنا يجينا كامل قد ويجينا نفس الحبه. تبعوا الفيديو. هنا بعد ما وزنت كامل الحبات تاعنا بوزن 45 غرام، هنا ملاحظه فقط على هذه الطريقه باش الحبات تاع المخبز يجوا كامل على حبه، وباش ما نقدرش نورق ونطبع كاع. هذه اسهل طريقه انا تبالي، وهذه اسيس جديده ممكن ان شاء الله كاع تطبقوها وتنجحوا فيها. كيما طلعتوا ديجا نطبع شنو غادي نجيب كيس بلاستيكي، نجيبوا الطابع. نتوما تختاروا الطابع اللي بغيتو ديروه. انا الموديل اللي نخدم به يسحقه ندور على جهه للطابع. نديروا هذاك الكيس بلاستيكي نديروا الحبه تاعنا. بالنسبه للاخوات اللي سقسوني على القطر تاع الطابع، القطر تاعه حوالي 4 سنتيمتر عفوا. هنا كيما درت الحبه تاعي درت البلاستيك باش يعاوننا باش الحبه بالخف تخرج. نحاول اننا نبسطوها بهذه الطريقه. في نفس الوقت نخرجوا الحبه تاعنا هكا بهذا الشكل. تجينا الاولى الحبه تاعنا تجينا بومبي وتجينا سهله باش نخرجوها بهذه الطريقه بهذا الشكل كما تلاحظوا. انا بالنسبه للطيب تاع المخبز كل وحده وتعرف الفور تاعها. كما نعرفوا شوفوا الحبه تاعنا قبل كي جات فيني جات ما شاء الله. قلت لكم كل وحده تعرف الفور تاعها. كما نعرفوا ان المخبز ما يفوتش 10 دقائق الطيب باش يقعد توجور محافظ على داك التحسيل اللي في الوسط بهذا الشكل. نعاود لكم الطريقه باش تفهموا اكثر واكثر. لكن انا كي وصلتي الفيديو حتى لهذا المقطع نقول لك الاخت ما تبخلينش بلي جيم ولي كومونتير هكا باش تحفزوني اكثر واكثر. هنايا باش نعطيكم كل ما تكون عندي طلبيه نشاركها مع خواتاتي ونعطيكم كامل لي زاستيس. كما تشوفوا بهذه الطريقه. ميم في الطابع المثلث الطابع تاع القلب ثاني بنفس الطريقه خدموها وردوا لي الخبر كي غادي يجيكم الحبات تاع المخبز تاعكم. انا غادي نكمل بهذه الطريقه نكمل كامل الحبات دخلهم يطيبوا بعد نولي معكم. هنايا كانت اخر حاجه خدمتها في الطلبيه اللي هي الثومه. كما تشوفوا لافاغ استخدمتها في الفيديو اللي فات، كورتها كامل ودخلتها في المجمد باش تساعدني بزاف في الخدمه. هنا الوزن تاع لافاغ تاعي 25 غرام،
وهنايا درت الاخر عفوا درت لوز بودره، درت كيله تاع لوز بودره، درت معاها كيله ناقصه صبع تاع سكر ناعم، درت معاها ملعقه تاع لافاني، وكذلك درت معاها مغرف تاع غليكوز، ولميتها بالشربات والفوندو. هذه الطريقه سهله تاع التومه. بالنسبه للاخوات لكم باغيين الوصفه بالتفصيل ان شاء الله باذن الله نهار يكون عندي الوقت نخدمها مع خواتاتي. كما لاحظتوا هاي العجينه اللي تحصلت عليها خليتها تريح واحد زوج سوايع وبديت نخدم بها عادي. كما كتشوفوا حليتها. نجيبوا هنايا لافاس تاعي نحطها. بالنسبه للعجينه درتها وزن 45 غرام ولافاس 25 غرام. نبدو نكوروا فيها كره بهذه الطريقه. هذا الشكل طريقه باينه كاع الناس تعرفوا صنع الثومه. بالنسبه للاخوات قالوا لي على الثومه تاع المشطه، انا صراحه الفكره ما دخلتليش في راسي، ما نعرف كل واحد تولي اذواق. بغيت ندير الثومه تاع بكري تاع العاده والعوايد. كما كتشوفوا هنا بعد ما كورتها مليح وتاكدت انها رطبه مليحه، وكذلك لازم لينا نخرجوا هذاك الهواء باش ما تجيناش خاويه من الداخل. ها هو الشكل تحسن عليه. هنا كما كتشوفوا جبت سكر عادي، سكر حرش، درت له ملمع ارجون ذهبي هذا ناقي ارجون، هذا درته تحصلت على هذا. كاين اللي يديرها ناقي من الفوق، انا ما نبغيش هذيك الطريقه، نفضل الثومه بالسكر باسكو تعجبني، تحس بلي الشكل تاعها انيق. ونبدا نخدم فيها بهذا الشكل، نكورها في هذاك السكر. ومن بعد نجيبو الكوبات، ديجا راني خدمت حليبات، نجيبو الكوبات باش نقسمو نديرو على شكل الثومه. هنايا نقسمها هكا ونخدمو بهذا الدار تاع الكوبات بهذا الشكل، تجي رائعه في الشكل. كمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات تاع الثومه. انا نخدمها بليله من قبل ونخليها تنشف باش غدوه ان شاء الله نديرها في ليبواط بهذا الشكل. هذا هو الشكل تحصلنا عليه. ومن بعد كي نحسوا بلي هذيك العقده طلقت روحها نجيبوا اللي خدمنا بهم الورد، هادو نخدمنا بهم الورد ونديروا الثقبه في الوسط، ومن بعد نديروا شويه شوكولا ونلصقوا الديكور تاعنا بهذا الشكل. هاي الحبه تاع الثومه اللي تحصلنا عليها. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات ونولوا مع بعض باش نكملوا الفيديو تاعنا. هنا بعد ما طيبت المخبز وبيت ليله ومن بعد كلاصيته، هذا هو. ومن بعد درت له الملمع من الفوق هكا. شوفوا كي جات الحبه شابه. واش غادي ندير؟ نجيب هذاك الديكور اللي خدمناه مع بعض ونبدا نلصق بالطاليه اللي بقات لنا، نلصق في الحبات بهذه الطريقه حتى نكمل كامل التزيين. هادو هما المراحل الاخيره بصح تشد الوقت بزاف هذه المراحل بهذا الشكل. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات ومن بعد نزينهم في الوسط بالعقاش، ومن بعد نزينهم بالعقاش وندير لهم اللمسه الاخيره ونديرهم في الكيسات ونكون كملت مع المخبز. واخيرا هنا كملت الطلبيه، وريتكم البعض منها فقط. انا بعد ما درتها في الكيسات شوفوا الثومه كي جات شابه. شوفوا داك الخليط بين الغوص فوشيا والبلون جا كي شباب. البقلاوه كذلك توجور تكون حاضره في اي مناسبه. وهنا تاني المخبز تاعنا شوفوا كي جا داير، جا ولا اروع. هذه هي الطلبيه. دوك نولوا مع بعض باش نديرهم في لي بواط. وهنا بعد ما كملت عمرت كامل لي بواط. كانوا هما الاشكال اللي تحصلنا عليهم. شوفوا لي بواط جاو رائعين عجبوني صراحه. انا تاني الكاطو عجبني. وكذلك هذا هما لي بواط بعد ما غادي نبلعهم. درت الاسم تاعهم باسكو بالكم كاين زبونه ما تبغيش. وكان هذا هما الحلويات تاع نهار اليوم، وكان هذا هو روتين تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. دوك ما عليا نقول لكم الى الملتقى الى روتينات اخرى ان شاء الله.